تعالي لو عندك صدر فرخة واحد بس وعندك مكرونة، تعالي هنعمل احلى مكرونة في الدنيا، هتعجبكم جدا في الفطار. قبل ما ابدا في الفيديو اقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا حبيبي، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده فيديو جديد، هنعمل مع بعض احلى مكرونة هتعجبكم جدا، مش عملتها معاكم من زمان يعني. تمام، حطيت معلقة كده من السمنة، تمام زي ما انتوا شايفين كده، وعليها شويه كده من الزيت. بعد كده فرمت بصلتين كده على ايدي كده او على الكبه زي ما انتوا حابين يعني. هضيفها كده ايه على الزيت والسمنه. تمام، هشوحهم كده مع بعض. اول ما شوحتها البصل كده، هروح عندي صدر كده من الفرخه مقطعاها مكعبات صغيره. تمام، قطعتها كده مكعبات صغيره. بعد كده حطيتها كده على البصل. وبعد كده عندي قرن فلفل وعندي قرن فلفل حامي. تمام، حطيته كده بحاله. تمام زي ما انتوا شايفين كده، وهقلب كل المكونات دي كلها مع بعضها. ما شاء الله يعني، هي اكل حلوه كلها في حله واحده يعني، مش هتعوصي اي مواعين يعني خالص يعني. هنضيف لها ايه؟ هنضيف لها التوابل. اضيف لها كمون، شويه كده من الكمون، شويه كده من الفلفل الاسود، شويه كده كمان من السبع بهارات. تمام تمام. بعد كده ايه؟ هضيف لها شويه كده من الكزبره، واتنين ورقتين من اللورة، ومعلقتين من المعجون الطماطم اللي هو صلصة الطماطم. تمام كده، تمام كده. وبعد كده هقلبها كده تقليبة حلوة اهو بالشكل الجميل ده اهو. جربوا الوصفة ده تعجبكم. لو وصلت لغاية هنا حطي لايك واشتركي في القناة لو انتي اول مرة تشوفي قناتي، وفعلوا الجرس وكومنت حلو. بعد كده انا حطينا الصلصة، هكون فرمة كده طماطم، واروح ضيفها كده عليه طماطم الكمية اللي انت حابة تعمليها اعمليها. تمام، على قد الكمية يعني اهو. هسيبها بقى ايه لغايه لما تغلي. وبعد كده اروح ضايفه لها معلقه كبيره كده من الملح، نظبط الملح يعني. واول ما تغلي كده مع بعض، هروح ضايفه لها ايه؟ هروح ضايفه ليها كيس كده من المكرونه. تمام، حابه تعملي كيسين اعملي اللي انت حابه. انا هعمل كده كيس. اصل انتوا عارفين يعني مش بناكل كتير، وبرضه كان فاض منها برضه يعني مش قدرنا ناكلها كلها يعني. بعد كده هروح ضايفه كده الميه، شويه كده من الميه وكده خلاص. وهسيبها بقى لغايه لما تستوي. وطيت كده عليها النار، وهسيبها بقى لغايه لما تستوي. قلبتها كده، واحلى مكرونه قسما بالله تعمليها في حله واحده وتجربيها. ما شاء الله، حاجه كده زي العسل كده. هنبدا نغرف اهوت ونضيفه كده في السفره. تعالوا بقى ما اقول لكم اللي انا عملت سمبوسه اهو. ادي السمبوسه اللي انا عملتها، وعملت قطايف. انا صورت معاكم القطايف قبل كده، انا كنت مفرزنا قطايف يعني وكده. تعالوا بقى اوريكم الفطار بتاعنا. ادي كده الفطار بتاعنا، مكرونه وشوربه وصلصه، وعملت كده شويه رز ونص كده من الفرخه والعصير. يا رب الفيديو يعجبكم وتقولوا ايه رايكم فيه، واستنوا الفيديو الجاي. ويلا باي، مع السلامه.